السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد على سطوح ام عمر وكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اني استودعتك طيوري فان امانتك لا تضيع. صلوا على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده الوز بتاعنا وجماله، بنطلعه كده كل يوم يتهوى ويتشمس على السطح وندخله تاني العشة بتاعته منعا للافتراس من قبل الوحوش اللي على السطح. زي ما بقولكوا كده ما بيصدقوا يشوفوا ريش يا جماعة، دول ضد الريش ما شاء الله عليهم، بقوا كلهم لفت وزلبطة. فانا حافظ بقى على الوزتين الغلابة بتوعي. حرام. فدخلتهم العشة بتاعتهم كده وهجيب لهم شوية برسيم. والحقيقة اتفاجئت جدا بالوز والبرسيم اللي بياكلوا بطريقة رهيبة جدا. بياكل برسيم باستمرار، عايز برسيم، لو ما كانش فيه برسيم يبلع بيه ويزلط اللقمة مش هياكل. مش عارفة ايه ده. بقيت الطيور يعني عادة عندهم، يعني في موجود ما يقولوش لأ، لكن ده أساس عندهم البرسيم. انا اول مرة ربي الوز، كنت بسمع عن الوز حياته المية والبرسيم بس ما كنتش متخيله كده بصراحه. فربنا يبارك لي فيهم وحاطط له. انا عمك طول ايه شابك له عود برسيم في بقه وماشي يلف بيه في السطح. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. وحطت لهم شويه كده يسلكوا بيهم ايه البلاعه قبل ما ابقى اجهز لهم الاكل. وهنا بقول لكم تعالوا البطايه دي عامله لنا مفاجاه. بخ. ايه رايكم في المفاجاه؟ قضت لنا الحمد لله. دي تاني يوم تبط فيه والنهارده التالت. قلت اصور لكم كده بيضتين مع بعض ايه يملوا العين بدل ما كنت اصور بيضه واحده، فاستنيت لما بيض التاني. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. والبيضه حلوه وحجمها حلو بالنسبه لاول بطه لسه شمرت. دي بيضه ما شاء الله حجمها حلو. دي النتيجه اللي انا قلت لكم عليها بسبب العشبه اللي احنا استخدمناها. هتلاقوا حكايات عنها في الفيديوهات. طبعا عملت خليط من الاعشاب. بسم الله ما شاء الله. تراجعوا الفيديوهات هتلاقوها موجودة. اعملوها لطيوركم مش هتندموا. مفيدة جدا وبتخلي الطيور تكر بيض عندكم. بسم الله ما شاء الله فراخي كلها باضت ونسبة البيض عندي راضية عنها لحد ما كويسة جدا. بسم الله ما شاء الله. وسبت لها المكان ده زي ما انتم شايفين كده. هي اختارت المكان ده ان هي تبيض فيه على الارض، فانا جهزت لها القن بتاعها وحطها. فبقول لك هي دي يا اختي جميله بني، وعماله اجري وراها واروق عليها هي وعمك عنتر. ولا شاطره يا بيت ما يجيبها الا ستاتها. اموره يا اختي، يا اختي عليها مقلوظه كده وبتعمى. يا رب يبارك لي فيهم ويرزقني منهم رزق طيب وحلال. وقعدت اقول لهم مش انتوا يا خايبين. شاطره يا بيت. بسم الله ما شاء الله. نفتح بقى على البطه الراقده بتاعتنا ونفتح على فراخنا الجميله. هجوم يا ولاد، في برسيم، اجروا اجروا الحقوا. وفي بقى اللي هيطلع فوق شايفين. نط بقى يشوف الاكل اللي انا جايباه. هجوم هجوم بعيد عنكم بقى. دول ناصحين كده، قالك نلاقي بقى شويه برسيم على الارض ناكلهم والوقت الوليه دي تبعت تجيب لنا الغدا. شفتوا؟ حطيت لهم بقى الاكل بتاعهم ياكلوا. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه. ما تنسوش تحطوا اللايك والتعليق الحلو منكم وتدعوا لي دعوه كده بصلاح الحال. الحقيقة كنت حابة احكي في الفيديو ده على حاجات كتيرة اوي مضايقاني، بس لقيت ان الواحد يسكت احسن، لان الظاهر الكلام يعني ايه زي قلته كده. انا بحب افضفض معاكم كده بس ايه الواحد يسكت احسن. انا بسجل لكم الفيديو ده وانا حرفيا مش شايفة قدامي. كنت في اليوم ده اللي على حسب بقى ما الفيديو هينزل لكم كنت تعبانة جدا معيطة بما فيه الكفاية، مع ان اكتر يوم فرحت فيه وربنا بعت لي رزقي وفرحني، بعت لي شخص جبر بخاطري. بس في نفس اليوم ده انا عرفت قد ايه ان في ناس عايشة في وسطنا مش راضية باللي عندها، وما بتحبش تشوف حد غيرها فرحان او سعيد. بجد انا مخنوقة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. فقلت انا هقوم اشوف شغلي وهسجل فيديو احسن واحكي وافضفض. بس طبعا هيبقى في حدود، مش هقدر ان انا اقول واحكي وكل حاجة. بس على قد ما انا كنت ببقى فرحانة وانا بسجل فيديوهات وبهزر
بسجل معاكم وانا بعيط من ايه يا ام عمر وايه اللي حصل. مش عارفه، انا حاسه ان انا لو ما غيرتش طريقتي وطبيعتي وعفويتي على اليوتيوب وشغلي هزعل كتير. فمن الاحسن ان اعامل الناس زي ما بتعاملني، يعني كل واحد يعاملني بمعامله اعامله بمثلها. يعني انت بتحبني بتعزني بتقولي كلمه حلوه او اديك بمثلها. حاسس ان انت بتجرحني او بتهني او بتخبص عليا او هعاملك بمعاملتك. مع اني ما كنتش حابه ان انا اكون كده، كنت حابه استمر على وضعي وطبيعتي، بس الظاهر هو ده اللي احنا لازم نمشي عليه، كل واحد بمعاملته. نرجع تاني للفيديو بتاعنا. هنا رحت عشان اكشف على البيت زي ما قلت لكم، والحقيقه برضو ده حاجه مزعلاني جدا ان ما عادش بيصح لي حاجه، والبط عندي قاعد بايظ والدنيا بايظه خالص بصراحه. انا ده حاجه برضو من من الحاجه اللي خانقاني ماشي. نبط ايدك شويه لتحت وتعباني نفسيا، ان المشروع اللي انا شقيت عليه عمري كله حاسه انه بينهار من ساعه ما فتحت القناه. وفلوس والله بجيب اكل وبصرف بخنصر من مصروف البيت بخنصر من مصروف البيت وبعمله. فعشان كده حاسه ان انا مشروعي بينهار. زي ما انتوا شايفين البيت كله فاضي كله فاضي، مفيش الا بيضتين تلاتة اللي حاسه ان هما كنت ماشي فيها، بس بقيت البيت بايظ. وربنا يعوضني خير ان شاء الله في الجديدة، والحمد لله. وهنا بجهز عش تاني ربما واحدة يحن عليها وتبيض. صلوا على النبي وما تنسوش تفتكروني بدعوة حلوة منكم و... وتعليق حلو واللايك بتاعي، وتقولوا لي هل انا صح اعامل كل واحد بطريقته اللي بيعاملني بيها، ولا خليني ماشية بالطبيعة اللي انا ماشية بيها، بالطبيعة بتاعتي الاساسي اللي اكترهم مش مصدقينها وبيقولوا ان دي يعني قناع. لا اله الا الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين البيض الحمام؟ عملت له شويه قش كده والله يا عمر ابني ربنا يكرمه يا رب، لقاهم لي في الشارع فجبتهم حطيتهم كده انا اسفه يا جماعه بصراحه غصب عني لما بتكلم في الموضوع ده بتخنق لوحدي. فحطيت له بقى شويه اكل كلفه وكده، وروقت عليهم بقى عشان ايه يطلعنا كتاكيت حلوه كده شبههم. شايفين الكلفه جميله ازاي؟ يعني شويه كده مش بكتر لان انا بحط لهم باستمرار. ادعوا لي يا جماعه الزغاليل اللي هي بتاعتهم دي تطلع، والزغاليل دي تشتغل هي كمان وتبيض عندي، ويبقى عندي حمام كتير واصدر ليكم بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. متنسوش تحطوا اللايك اللايك اللايك. الفراخ بتاعتي يا جماعه والله من ساعه ما عملت لها الوصفه وهي بسم الله ما شاء الله كل يوم انزل من عندهم ببيض. والبط بتاعي بسم الله ما شاء الله بكره تشوفوا كله هيكر بيض ورا بعض وهيرقدوا ان شاء الله ربنا هيعوض. ودول ما صدقوا يلاقوا شوية اكل على الارض قالك هجوم، سبتهم يلقطوهم وياكلوهم. الف هنا وعافية. مع ان ايه ما شاء الله الحصالة بتاعتهم فيها اكل، والاحسن ان احنا نسيب طيورنا جعانة، لان لما تجوعها هتاكل وهيكون صحتها حلوة. الوز بسم الله ما شاء الله فرحانة بيه كل شوية راح ابص عليه. اللهم صل عليك يا نبي. صلوا على النبي يا جماعة. متنسوش تحطوا لي اللايك والتعليق. شايفين دي بقول لها الله يسامحك بتعملي ايه؟ فرحانة يا اختي على وكستك. اشوفكم على خير فيديو جديد ومع السلامة.